يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. ازاي نحول قشره اللبن اللي احنا بنقشطه من اللبن اللي احنا بنشربه كل يوم، هنعمل بيه احلى زبده فلاحي اصليه سهله جدا وسريعه في متناول الجميع. يلا بينا، بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهدين المحترمين، لايك وشير وسبسكرايب لاصل مميز. اتمنى يا جماعه تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل فايده للجميع. واتمنى بتوع اليوتيوب بتوع التيك توك ينوروني على صفحتي الجديده على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، وهسيبه لكم برده في صندوق الوصف. يلا بينا. مبدئيا دي قشطه انا قشطها من اللبن ومحوشاها في الفريزر. يعني ايه؟ يعني هتجيبي اللبن يا ست الكل وتغليه عادي خالص، وبعد كده تبرديه وتدخليه التلاجة، تسيبيه ليله او ليلتين في التلاجة. وبعد كده هعمل قشطه سميكه كبيره كده، هتقشطيها وتحوشيها في علبه في الفريزر لحد ما تحوشي كويسين شويه كويسين كده محترمين. وبعد كده تبداي تعمليهم، بس خلي بالك اللبن ده مش اللبن المبستر المعلب، لازم يكون لبن من عند اللبان، لان اللبن المعلب يا جماعه مش بيعمل قشطه خالص، بيبقى معالج ان هو يفصل القشطه عن اللبن. متفقين. بعد كده هتجيبي المضرب الكهربي، وبعد كده تقعدي تضربي فيه. اهم حاجه لو في الشتاء تطلعيه القشطه دي من التلاجة قبلها بتلات اربع ساعات كده، وتسيبيها تاخد حراره المطبخ علشان تفصل معاكي بكل سهوله. في الوقت ده بنقعد نضرب، اول ما توصلي للقوام ده ما تقوليش ان هي عملت زبده، لا، دلوقتي قشطه. لازم تفصل اللبن، بتنزل لبن كده اللي هو اللبن الخض، تبدأي تعرفي ان خلاص الزبده خلاص القشطه اتحولت لزبده. طيب، او القشطه دي يا جماعه بتتحول لمراحل كده، كذا مرحله. يعني في الاول اول ما تضربي كده القشطة كانت جامدة في الأول، بعد أول ما تضربي شوية بتلاقيها بقت عاملة زي اللبن وخفيفة. بعد كده بتبدأ تجمد زي ما أنا وريتها لك دلوقتي، تبقى عاملة زي القشطة كده، القشطة اللباني. بعد كده بتبدأ تحبب تعمل جرمزة زي ما انت شايفاها دلوقتي. وبعد كده تبدأ تفصل اللبن اللي هو زيادة اللي هو الخط. طبعا يا جماعة مش بنرميه، وهقول لك بنعمل بيه ايه. بعد كده تبدأي تبقى خلاص هو دي الزبدة. طيب احنا لو في الصيف نعمل ايه؟ لو في الصيف يا ست الكل يبقى تطلعيها من التلاجة على طول وتشتغلي بيها، لان الجو بيبقى حر، علشان تفصل معاكي بمنتهى السهولة. لان في اوقات يا جماعة بتغلب ان هي تفصل من اللبن بتاعها. بس لو انت ما عندكيش مضرب كهربي هتعملي بايدك، تقعدي تلفي بايدك كده شوية لحد ما تفصل خالص، وتبدأي ان هي نصت لبن زي ما انت شايفاها دلوقتي كده. ده يا جماعة بنسميه لبن الخض. طيب اللبن ده نعمل بيه ايه؟ ده يا جماعة بنستخدمه في المعجنات، بيبقى تحفة، اوعي ترميه ابدا. يعني هتحطيه في الفريزر لحد ما تيجي تعملي شوية قرصتين، شوية بكاكين، حاجات من دي يعني. هتستخدميه بيبقى تحفة فعلا، طعمه بيبقى رهيب. ممكن برضو تحطيه في المش، لو عندك شوية مش كده بتحطي فيهم جبنة قديمة تحطيهم فيه، مفيش مشكلة خالص، بس تحطي لي شوية ملح وشوية شطة حمراء. بعد كده شايفين الزبدة فصلت خالص اهو في الوقت ده. طبعا الزبدة يا جماعة مش فيها ملح خالص، يعني دلوقتي القشطة بتبقى ما فيهاش ملح خالص، فلازم املح الزبدة بتاعتي. طبعا التمليح ده على حسب، عايزة تزودي تقللي مفيش مشكلة، انا بحب مملحها بسيط كده مش كتير، علشان برضو انا بستخدمها في الحلويات. وطبعا كل المعجنات دايما بنحط لها رشة من الملح، مش هتفرق يعني. بعد كده طبعا زي ما انتم شايفين حطيتها في طبق لوحدها، ورشيت كمان رشة من الملح علشان بدأت ان انا املح الزبدة معايا. ما حطيتش، حد يقول لي ما حطيتش في اللبن اللي انت بتعملي، اقول لك يا ست الكل علشان الحليب ده انا هعمل بيه معجنات، والمعجنات طبعا انا مش عايزاها حادقة، لكن الزبدة بحط رشة بسيطة، وابدأ اعجنها كويس، وابدأ اكورها زي ما انت شايفة كده. حد كده المتفقين، الموضوع ما فيش اسهل منه خالص. طبعا انا يا جماعة زوري مش عارفة اشتغل بجوانتي خالص خالص خالص. شايفين بعد ما خلصتهم ده كان شكلهم زبدة دي ولا مش زبدة؟ يا متعلمين يا بتاع المدارس، زبدة تستاهل بقك. طبعا ده هتحتفظ بيه برضه في الفريزر، هعمل بيه أي معجنات. شايفين الجمال؟ واسيبكم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.